وبما ان الشعب المصري كله صايم، كل سنه وانتم طيبين، وبما انه في الفتره دي بنسعى ان تكون علاقتنا بربنا في افضل حالاتها واننا نصلي اكتر ونتعبد اكتر، فالنهارده حابب اتكلم عن علاقتنا بربنا. العلاقات من احلى الحاجات اللي بحب دايما اتكلم عنها، ومن اكتر السيشنز يمكن اللي بحب ان انا اعملها هي اللي بتتكلم عن العلاقات. في العلاقات الطبيعيه العاديه اللي بيننا وبين الناس، لما بتحصل بيننا وبين بعض مشكله ونفضل نتناقش ونتكلم 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 وما نديش فرصه ان احنا نسمع، غالبا المشكله بتوصل لطريق مسدود ما بيكونش ليها اي حل. علشان النقاش ده يكون مثمر بنبقى محتاجين شويه ان احنا نسكت ونسمع الطرف التاني، نديله فرصه يتكلم، نديله فرصه علشان نسمعه. طب ايه علاقه ده بربنا؟ علاقه ده بربنا انها بحس ان الموضوع ده شبه الصلاه، محتاجين نخلي جزء في وقت الصلاة هو إننا نسكت، بس نسكت وندي فرصة لروحنا الداخلية تسمع صوت اللي خلقها. واحنا بنصلي بنفضل نقول ونطلب ونصلي وندعي ونطلب من ربنا حاجات في الدنيا وحاجات في الآخرة، لكن قليل جدا ما بنسكت ونحاول نسمع صوت ربنا. يعني حتى لو بنقرأ في الكتب المقدسة سواء الإنجيل أو القرآن، أتوقع إنه احنا محتاجين بعد كل جزء نقراه إن احنا نسكت، نشوف هو الكلام ده عايز يوصل لنا ايه. فاتوقع ان احنا في توقيت حلو ان احنا نقدر في وسط صلاتنا في الفترة دي ان احنا ندي لنفسنا في اخر الصلاة دقيقة او دقيقتين ان احنا نسكت بس ونحاول نسمع ربنا بيقول لنا ايه. ساعات بحس ان انا خلصت الصلاة وصليت وخلصت ومشيت، بس انا ما وصلنيش رسالة، ما وصلنيش احساس. انا قلت كل حاجة، انما ايه اللي اتقال لي انا مش عارف، انا ما حسيتش. فأتوقع إن ده ممكن نحسه لما ندي نفسنا هدنة كده في آخر الصلاة دقيقتين 3 4 نحاول نسمع ربنا عايز يوصل لنا لإيه. وكل سنة وانتم طيبين.